ومن المظاهر، وهذا الذي رأيته يدل أيضا على حجم التسامح والتعايش الذي يوجد في هذه البلاد بشكل يعني خاص، وأيضا يوجد في جميع الدول الإسلامية. وهكذا هو الإسلام، دين يعني تعايش ودين تسامح. فوجود المسلمين في مثل هذه الدولة، قدرتهم على التعايش مع الآخرين، هذا يدل على يعني شيء رائع وجميل، على أنهم قادرون على امتثال الإسلام بالصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فديننا دين التعايش، ديننا دين التسامح، ديننا دين الوسطية، دين الاعتدال. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في أشياء كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. علي بن أبي طالب كلمته عندما قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في الحديث الشهير: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهذا هو دين الإسلام، دين وسطية، دين اعتدال، دين تعايش مع الآخرين. والنموذج الذي رأيته الحقيقة من التايلانديين في هذه الدولة، ما رأيته الحقيقة، هذا يعكس هذه الصورة، يعكس هذا المظهر الجميل من مظاهر الإسلام: التعايش، التسامح، القدرة على العيش في بيئة يكون الإنسان فيها يقدم نموذج للإسلام والمسلمين. وهذا هو الإسلام والصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من العبد.